تم بالشير القلب. الناس اللي داخلين على اليوتيوب اهلا وسهلا بكم. لازم تعرف انت اول دخله ليك، اول ما تخش اللايك، التكبيس على القلب الاحمر، الشير على قناتك على اليوتيوب، على الماسنجر، اي ماسنجر موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، على تويتر، على التكست مسج، على التليفون. كل ده بيساعد في ان احنا نكسر الحظر اللي على القناه. السلام عليكم عم باي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال الحلقة: هل سقوط نظام المصري معناه سقوط الدولة كما يدعي كلاب النظام وخنازيره؟ سقوط النظام. والله أنا يعني سقوط النظام ده من خلال الثورة، والثورة ده صعب جدا يا على الشعب أستاذ المصري إن يا ينزل. أستاذ، ما سألتكش كيف سنسقط النظام، إنما أنا قلت لك مم. هل سقوط النظام يعني سقوط الدولة، تدمير البلد كما يدعي الكلاب ولاد طبعا الكلاب؟ طبعا لماذا؟ طبعا. لماذا؟ الأحوال الوضع اللي احنا شايفينه في مهم. العالم، اللي العالم بيمر بيه دلوقتي، مهم. محتاج نظام زي النظام الحالي. ليه؟ يعني الرئيس محتاج السيسي واحد راجل محتاج واحد يلعب مش في محتاج يحتاج واحد يلعب في مش مح... التوتة بتاعتك، محتاج واحد يا عم يجوعك، بهجت. محتاج واحد الرئيس يسرقك، المدني. اسمع يا جزمة، محتاج واحد يلعب في اتفضل. توتتك ويوزن شخة أمك، محتاج واحد يبني القصور والضياع ويشتري الطائرات والمجوهرات والمسات لحقيرة ولعيلته ولاصحابه واحبابه، ويسيب امك ما عندهاش لا انسولين ولا رغيف عيش ولا شويه رز، والست المسكينه صاحبه العيال قاطع عنها النور وما عندهاش حتى رغيف عيش بتاع تموين. هو ده النظام اللي انت عاوزه؟ قول لي ليه. تمام انا هعتبر ان كلامك صحيح وان هو بيخرب وكده. مم. هنقول ان ده يعني نص العمى ولا العمى كله؟ ليه بقى؟ ايه العمى؟ لان اين العمى الرئيس كله؟ اين العمى العمى كله؟ كله اتفضل. اللي هو الرئيس المدني. ايه بقى ده الرئيس العمى المدني؟ كله. ليه؟ قول لي بقى عيب الرئيس المدني ايه؟ لان الاحوال اللي بتمر بها العالم لا يصلح لها رئيس مدني. حلو، ده برافو عليك. يعني طب ماذا لو دخلت مصر الحرب؟ هل يصلح لها رئيس مدني؟ لا. طب حلو قوي. اللي بيحكم اسرائيل رئيس مدني ولا عسكري؟ لا انا ما اعرفش بصراحة. اللي بيحكم ما عنديش. امريكا رئيس مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم انجلترا رئيس مدني ولا بايدن. عسكري؟ اللي بيحكم لا تركيا عسكري. رئيس مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم السعودية ملك مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم الامارات امير مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم الكويت امير مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم الاردن ملك مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم تونس رئيس مدني ولا عسكري؟ اللي بيحكم المغرب ملك مدني ولا عسكري؟ جاوبني. يا عم بهجت مصر غير. ليه مصر غير؟ الدولة ليه العيون كلها على مصر يا عيني؟ والله العظيم. ليه العيون كلها على مصر؟ يعني مصر هو انا ماشيه. اللي بقول؟ طب والله اسمع العظيم انا اللي بقول. اسمع يالا، يعني مصر طب دونا عن دول اتفضل. العالم ماشيه وكاشفه صدرها ورافعه جيبتها وموريه التوته بتاعتها، فكل باصص عليها وعينه منها وعاوز يحطه فيها. يا عم بقى، طب والله العظيم التاريخ اللي بيقول كده ما انا اللي بقول، حلو، ولا انا قول اللي لي بقى بهبد ولا التاريخ بطبل. قال لامك ايه يا ابن الكحيانه العمية الصدمانه؟ قول لي طب ماذا ليه بس علمك الغلط؟ انت التاريخ؟ بتسألني انا ما انا هجاوبك، ما بجاوب، ما انا بقول تغلطش. لك قول لي يا ابن الكلب يا اتفضل. مدلس يا واطي. اتفضل. 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 قول لي بقى التاريخ قال لك ما ايه؟ قول لي التاريخ، قول لي اللي التاريخ قاله لك ما قالهوليش. التاريخ بيقول ان فرنسا حاولت احتلال مصر عدة مرات. نعم. التاريخ بيقول ان فرنسا ايوه وانجلترا ايوه وجميع الدول ايوه. حاولت تحتل مصر عدة مرات طب وبعدين؟ بسبب بس مواردها الطبيعية وموقعها حلو، المتميز. برافو عليك يا ابن المصر، قناة السويس برافو عليك يا ابن بتدخل. اللي شايله كل حاجه في الخلفيه من ورا. ما شاء الله الوليه صحتها حلو. انا بقى بسال امك يا ابن الكلب يا واطي،
طب ليه يا خلاص بقى؟ أعر من أنجب وخلق على أرض الوطن، موارد إيه يا ابن الكلب؟ ما خربوها ونهبوها يا عاوزك تقول لي الموارد اللي باقية يا ابن الكلب. على الأقل أيام فرنسا كنا بنزرع ونقلع يا ابن قول لي انتوا ما بتعملوش حاجة غير القلع يا ولاد الكلب والنوم على بطانكم. ده قمحكم بتستوردوه، ذراكم بتستوردوه، الفول يا ابن الكلب بتاع الطعمية يا ابن الكلب بتستوردوه، الحمص والعدس بتستوردوه، دي المكرونة بتستوردوه، الزيت بتستوردوه، الأعضاء الذكرية البلاستيكية اللي بتحطوها في يا ولاد الكلب بتستوردوها، الألبان بتستوردوها يا ولاد الكلب، هدومكم بتستوردوها، اللباس اللي انت بتلبسه يا خلف عار يا صاحبه بياخد وبيسيع أطولها وأدخنها قطعة منبر يا ابن الكلب يا واطي بتستورده، العجلة اللي انت بتركبها يا ابن الكلب بتستوردها، الشبشب اللي بتحطه دلوقتي في مؤخرتك بتستورده، خيرات ايه يا ابن الكلب يا واطي اللي العالم يطمع فيها؟ ما خربها العساكر يا ابن الكلب يا عرة، شحتوا الناس وطفشوا اهل مصر يا ابن الكلب. اكتر عدد لاجئين دلوقتي في العالم بره بلادهم يا ابن الكلب يا واطي من غير لا حرب ولا ضرب، كله بيطفش منها يا ابن. بيدوك كام في المداخلة دي يا ابن الكلب يا واطي؟ اتفضل اتفضل يالا. بتاخد كام يا ابن الكلب؟ انا هرد. بتاخد كام يا ابن الكلب الاول؟ قول للناس. اخد ايه والله العظيم يا دي بتاخد كام في المداخلة يا ابن الكلب؟ والله العظيم بتاخد كام يا ابن الكلب؟ انا عشان ارد عليك بتاخد كام يا ابن الكلب؟ مش هكمل معاك قبل ما تقول لي بيدوك كام. يا عم 50 جنيه 50 جنيه. لا وحط امك مش 50 جنيه. تشتغل ايه؟ يا حول الله. انا طالب في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي يا ابن الكلب، وكل يوم على البث يا ابن 12 ساعه. هو ثانوي ده ما بيذاكروش يا ابن هو انت ما بتعرفش تقعد يا ابن الكلب وتذاكر وبعدين بتجيب ابوك بيشتغل ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ انا في ثالثه ثانوي. ابوك بيشتغل ايه يا ابن الكلب؟ ما بيشتغلش. عاطل مش وامك. وامك بتشتغل ايه؟ ما بتشتغلش. امال عايشين ازاي يا ابن الكلب؟ عايشين بقى بستر ربنا بقى. ما هو الستر ده بحولهولي المواد يا ابن الكلب. كام جنيه؟ انت هتسمعني عشان ارد. ابوك بياخد كام في الشهر معاش يا ابن الكلب يا ابن لا ابويا مش موظف والله ولا. امال عايشين ازاي يا قص؟ كان بيسافر يا عم بقى. بيسافر. عنده كام في البنك؟ يلا قول لنا. ما عنديش اي معلومات ولا عندك معلومات ولا عندك حاجه يا انت لجنه يا ابن الكلب يا واطي، ومدين لك كارت تليفون وبتاخد من 100 ل 100 انت بتاخد 150 جنيه. ماشي انا باخد 150 جنيه. اهو انت عايش عليه. بعت وطنك يا ب 150 جنيه. اتفضل يا جاوب على الناس. جاوب الكلام. جاوب يا ابن الكلب. انت بتقول طيب انا هسألك دلوقتي سؤال يا ابني. مش انت قلت التاريخ بيقول اسمع يا ابن الكلب، عشان نصاب، عشان مدلس، عشان انفاق يا العالم كله انظره. اسمع يا ابن الكلب، العالم كله انظره على مصر عشان يحتلوا مصر. التاريخ بيقول ان فرنسا احتلت مصر وانجلترا احتلت مصر. بقول لك ليه؟ قلت لي عشان خيرات مصر. طب ما انا قلت لك يا مصر ما بقاش فيها خيرات. نشفوها على العساكر، خربوها على العساكر، طفحوا دينهم مع العساكر، طفشوا اهلها منها العساكر. بقينا نشتغل في الخليج اذل الشغلانات وناخد اقل المرتبات يا بقى المصريين اكتر جنسيه بتغرق في البحر الابيض المتوسط، وتقول لي يا مصر فيها خير وعاوزين يحتلوها عشان خيرها. قول لي بقى يا
هترد على كلامي ده بايه؟ يلا يا ابن طيب يا اتفضل. عم بقى، حضرتك بتقول احنا بنستورد الطعمية وبنستورد العدس. يا دي قلت لك يا عم بتستورد اسمع، فول اللي بتعمل منه دماغك الطعميه. القرعة. يا عم اسمع، اسمعني. ليه؟ ايه السبب اللي بنخلينا نستورد ده؟ جاوبني. يا دي انا ماليش ده يا ابني، مش انت اللي بتقول عاوزين يحتلونا طب عشان بتشتم الخير وانا ما اعرفش اسمع يا ان عارفين امك يا عم. يلا يلعن. اتفضل. عملت له بلاك يا استاذ تكسن. اتفضل. تمام يا عم بهاء. دلوقتي يلا يا ابن انت قلته العالم كله عاوز يحتل مصر عشان الخير اللي فيها. قلت لك يا الخير اللي فيها يا ابن عاوز يحتلك دلوقتي عشان قصر العاصمة الإدارية والقصور اللي بناها السيسي الانتصار ويستولى على المجوهرات ومغارة علي بابا بتاعت آية وانتصار. عاوز يحتلك عشان عدو الحمار اللي موجود في مؤخرتك يا طمعان فيه يا ابن الشر. يا ولاد طول المصريين اسر، أطفال المصريين بقوا أقصر من المعتاد ومن الطبيعي. ليه؟ الحكومة بتاعتك هي اللي قالت يا عشان سوء التغذية يا ولاد